اهلا بيكم. النهارده احنا في كنوز طيبه. تعودنا دايما معاكم ان احنا في كل حاجه ايجابيه بنحب نسلط الضوء عليها. كنوز طيبه للسياحه مشروع جديد في ارض ابو كبير، يعني حاجه عالميه. جينا النهارده مخصوص عشان نقول لكم هو ايه خدماته وايه هي كنوز طيبه. رحب بحضرتك وحابين حضرتك بقى تعرف المشاهدين مين حضرتك وايه مشروعك وايه كنوز طيبه، ونبدا ندخل مع بعض في اللقاء البسيط ده علشان نعرف الساده الجمهور. أنا اسمي محمد إبراهيم الديدموني، شاب بسيط سافر زي أي شاب بيسافر وطموحه يعني يكبر يعني. فسافرت إلى المدينة والحمد لله ربنا رزقنا. فاشتغلنا في شركة كنوز طيبة للسياحة، نشأت في 2011 لخدمة ضيوف الرحمن. نشأت الشركة نفسها؟ نشأت الشركة في 2011. تمام. وكانت دايما بدأنا في السوق السعودي. خلينا نتكلم في السوق السعودي. احنا هنتكلم في خدمات السوق السعودي يعني مع القسم المختص بيها في السعوديه. خلينا نتكلم عن نشأتها في 2011. نعم. فروعها كان في الاول في مكه المكرمه، شارع ام القرى مقابل مطعم البيك. الفرع الثاني في المدينه المنوره. تمام. شارع سلطانه بجوار السوق الدولي، عماره مستوصف الوداد. تمام. فبدانا في السوق النهارده السوق المصري بقى اول فرع لينا. لسه اول فرع لينا هنا في السوق المصري. فاحنا جايين في مدينه ابو كبير. واحنا داخلين ننافس وننافس بقوه. لا بننافس بقوه، بس احنا داخلين بطريقه مختلفه. تمام. احنا كنوز طيبه هنا في لخدمه خدمات السياحه. تمام. السياحه الداخليه، خدمات السياحه الداخليه وخدمات السياحه الخارجيه. تمام. وخدمات كل من هو يخص خدمات السياحه. كويس. يعني حجز طيران خدمات حجازات الطيران. تمام. الحجازات بتاعت حجازات الفنادق متاحه لجميع دول العالم. كويس. تمام. افضل برامج الحج والعمره بالتعاون مع اكبر الشركات المصريه. احنا هنتكلم بقى ان احنا لينا فروع في السعوديه لا احنا هنا الحج والعمره احنا بنشتغل بالتعاون مع شركات مصريه داخل مصر عشان التصاريح. عشان التصاريح وعشان كويس. احنا بنقدم يعني حاجه كويسه يعني. كويس. فاحنا بنقدم الخدمه النهارده. احنا لينا فنادق يعني ايقونه من الفنادق الحمد لله في السعوديه، في المدينه المنوره وفي مكه المكرمه. ولا انا عرفت ان هي فنادقنا في فنادق احيانا احنا بناخد الوتمنت. اشتغلنا بدانا ناخد الوتمنت. النهارده اصبحنا لينا فنادق باسم كنوز طيبه ما شاء الله. وعندنا نجل والبساط باسم كنوز طيبه الحمد لله بفضل من الله. وحاليا عندنا التاشيرات باسم كنوز طيبه. ده كله الشركه السعوديه. لما الفرع اللي هنا في الفرع المصري في مركز ابو كبير بدانا ان احنا نقدم حاجه مختلفه وحاجه جديده للناس ونخدم الناس. هدفنا الاول خدمه ضيوف الرحمن. الاسعار؟ لا اسعارها كل حاجه ان شاء الله. الاسعار هتبقى عامله ازاي؟ يعني احنا عندنا برامج ان شاء الله تبدا من 25000. 25000 دي شامله ايه؟ شامله الطيران وشامله الفنادق وشامله المواصلات. خليكم فاكرين استلمك من ابو كبير رجعك ابو كبير. هي تطلع من هنا من ابو كبير ذهاب وعوده لحد ابو كبير. تبدا من كده ان شاء الله. تبدا من كده ان شاء الله. تنتهي؟ لا تنتهي دي مالهاش حد، على حسب انت الزبون. ممكن يكون في زبون عاوز اقتصادي، في زبون عاوز 7 ايام رحله 7 ايام، في زبون عاوز رحله 15 يوم، في زبون عاوز 4 نجوم، في زبون عاوز. بتكلم لو زبون بقى يعني 5 ستار زي ما بقول. الفايف ستار طبعا النهارده بيشتغل يعني في السوق ب 42000. 42 يعني في الحاجه مسار رخيصه برضه. اسعار رخيصه. خلينا نتكلم بقى. احنا قلنا ان في افتتاح بكره. نعم. وانت وعدتني ان هيبقى في مفاجاه. افتتاح الفرع اللي في مركز ابو كبير ان شاء الله. في مفاجاه صح؟ في مفاجأة إن شاء الله. إحنا كنا عاملين تأشيرة واحدة عمرة مجانيا. نخليها ولكن إحنا اتفقنا بدل ما هي عمرة واحدة كاملة. تمام. لا نخليها 3 تأشيرات فقط، اللي هو تأشيرة العمرة بالباركود بتاعها. أنت قلت لي 4. لا إحنا قلنا 3. 3. أنا 3 كويسة يعني. 3 كويس. يعني 3 تأشيرات بكرة. ولكن في نقطة صغيرة عايز أتكلم فيها. اتفضل. ال3 تأشيرات بكرة للحاضرين يوم الجمعة، لحاضرين الافتتاح. لسه يا جماعة اللي هيجي الافتتاح هتحصل مسابقة وربنا ودي بقى اللي مكتوبه له هو اللي يا رب. اللهم امين يا رب. فبوعدكم يعني او انا بدعوكم يعني لحضور الافتتاح بتاع كنوز طيبه في مركز ابو كبير جنب متولي سعد، علشان هيبقى فيه 3 تأشيرات عمره مجانا. 3 تأشيرات عمره مجانا. ومش شرط تعمل حاجه، انت هتيجي بس تسجل اسمك وتفضل مستني لحد لما يذيعوا نتيجه المسابقه. وبرضه في أيقونة من العلماء يعني زي الشيخ أيمن سردح، وفي برضه الشيخ أيمن العطار والشيخ عاطف يعني أمسادة. لا في ناس يعني ما شاء الله يعني في الافتتاح إن شاء الله رب العالمين. بنشكرك يا دكتور محمد ونتمنى إن شاء الله يعني بالتوفيق ليك. وهننتقل بقى للجزء الثاني اللي هو فرع الشركة في السعودية، لأن احنا معانا رئيس مجلس الإدارة صح؟ الحاج إيه بقى؟
الاستاذ بندر ابو عبد العزيز. استاذ بندر عبد العزيز هيبقى معانا في الجزء الثاني. هننتقل للجزء الثاني مع حضراتكم بعد ما اتكلمنا باستفاضه عن كنوز طيبه داخل جمهوريه مصر العربيه. شرفنا وجود عملاق من عمالقه السياحه داخل المملكه العربيه السعوديه، وهو الاستاذ بندر ابو عبد العزيز، اللي شرفنا النهارده في محافظه الشرقيه وقرر يبدا استثماراته داخل جمهوريه مصر العربيه هنا في مدينه ابو كبير وفي محافظه الشرقيه. بنرحب بحضرتك وسعداء جدا بوجود حضرتك النهارده في مدينه ابو كبير. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا سعدت بوجودي اليوم بينكم، شرف لي نشكرك. أني أكون مع الناس الطيبين. بالنسبة للافتتاح اليوم، شيء شرف لي أني أقدم شيء عظيم، وهو خدمة حجاج ومعتمرين بيت الله الحرام في المدينة المنورة ومكة المكرمة من خلال مؤسسة كنوز طيبة في السعودية وشركة كنوز طيبة في مركز أبو كبير في مصر. افتتاحنا اليوم بإذن الله لمؤسسة أو شركة كنوز طيبة في أبو كبير، امتدادا لمؤسسة كنوز طيبة ولا في المدينة المنورة فرعها الأول، وفي مكة فرعها الثاني. اليوم حنا نتكلم عن كنوز طيبة في السعودية بشكل عام، وهي فيها مجموعة من النشاطات السياحية بما فيها السياحة الدينية. وهنا النقطة الأهم لنا. كنوز طيبة من ضمن نشاطاتهم اللي هي التعاون مع شركات العمرة المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية، توفير الفنادق والتنقلات ما بين المدينة ومكة والمزارات داخل المدينة ومكة. اليوم أضفنا إلى أنشطتنا اللي هي الفنادق باسم كنوز طيبة والموجودة في المدينة ومكة. أيضا في اللي هي باقي الفنادق، لنا تعامل مع باقي الفنادق داخل المركزية وخارج المركزية. المركزية دي اللي هي في نطاق الحرم نعم داخل نطاق الحرم فيها المطل المباشر، وفيه اللي تكون صف ثاني على الحرم. طبعا بالنسبة للفنادق المركزية جميع المستويات عندنا، وذلك تلبية لطلب العميل. كل عميل لنا عندنا له طلب على معين حسب مستوى المادي بقى، او اللي هو اللي عايز بعيدا عن الوضع المادي، على حسب طلب كل عميل. أنا هدفي إني أوفر للعميل الشيء اللي يبغاه، الحاجة اللي هو عايزها. الحاجة اللي هو عايزها. أيضا عندنا تنقلات وباصات خاصة لنا احنا مؤسسة كنوز طيبة. في إضافات أنشطة داخل المملكة للسعوديين والمقيمين داخل المملكة. فيها سفرات خارج المملكة، وفي سياحة غير الدينية داخل المملكة. لكن هدفنا حنا هنا افتتاح فرعنا في أبو كبير هو السياحة الدينية. لكن بنتكلم عن السعودية بقى، ايه الخدمات اللي الشركة بتقدمها للسعوديين نفسهم؟ طيب، في حجوزات الطيران. كويس. عندنا حنا الآن في مدن سياحية زي مثلا العلا. خلال ال4 سنين الأخيرة ممكن أنتم سمعتوا عن الأنشطة التي تقام في مدينة العلا. مدينة تاريخية ولها وضعها خدمات منتشرة فعلا. فنوفر حنا رحلات من المدينة إلى العلا، في منها اللي بسكن، في منها اللي بدون سكن، على حسب رحلة اليوم الواحد. فجميع الخيارات متوفرة عندنا في موضوع مثلا العلا، هذا كمثال. في زي اللي هو
الزيارات إلى مثلا مهرجانات تقام داخل المملكة، من حجوزات فنادق إلى تنقلات إلى حجوزات ده طيران. موسم الرياض نعم، مجموعة أنشطة. كويس. الأنشطة في السعودية الفترة الأخيرة صارت مستجدة، في فعاليات تظهر، في فعاليات تستبعد، فإحنا مواكبين التطورات. كويس. لكن اللي مركزين عليه حنا الفترة هذه اللي هي السياحة الدينية. الفترة هذه عندنا فرع افتتحناه في جمهورية اندونيسيا، تحديدا في جاكرتا، دعم لموضوع السياحة الدينية. كويس. وعندنا تطورات إلى فتح إن شاء الله في بلدان أكثر، في تعاون مع شركات إن شاء الله. وعندنا نية أن ندخل السوق العالمي بشكل عام إن شاء الله، ونيجي نصور معاك بإذن الله. شرفنا. بإذن الله. حتى في مصر إن شاء الله عندنا نية أن نفتح في كذا محافظة، لكن بدينا بالناس الطيبين. ده شرف لينا والله إنك تختار أبو كبير كمدينة، ده شرف لينا. شرف لنا، والمدينة سعدت أنا بمعرفة ناسها وسمعت عنها قبل ما أوصلها، ولقيت أفضل من اللي أنا سمعته. شرف لينا، شرف لينا. الشرف لي أنا. احنا بنشكر حضرتك النهارده، وباذن الله نرجع ونصور مع حضرتك الافتتاح الرقم 100 لل100 فرع داخل بإذن محافظة الله. شرقية باذن الله. بوجودكم ونجاحاتنا. باذن الله. احنا موقعنا في المدينة اللي هو شارع السلطانة، في عمارة الوداد، مكتب رقم 1 الدور الأول. عندنا في أم القرى مقابل مطاعم البيك. دي العناوين بتاعتنا في السعودية. هذا العناوين في السعودية. عندنا توسع إن شاء الله، ممكن نفتح، احنا ما نستغني عن العاصمة الرياض، خاصة للأنشطة خارجة عن السياحة الدينية الترفيهية بإذن الله. بالتوفيق انت شرفتنا النهارده يا استاذ بندر، وبالتوفيق. شرف لي. وباذن الله يعني من نجاحات لنجاحات باذن الله. بإذن الله. نشكر حضرتك جدا، وفي نهايه حلقتنا بنشكركم اعزائي المشاهدين. دمتم في رعايه الله وامنه.